أفاقت الأوساط الجامعية في العراق اليوم الأربعاء على فضيحة أخلاقية يمارس فيها عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد شعلان الشاوي الرذيلة والانحطاط داخل مكتبه. وأظهرت صور مسربة تتحفظ الشرقية نيوز على نشرها كاملة عميد كلية الحاسوب عماد الشاوي في أوضاع مخلة بالآداب داخل مكتبه، وهو يمارس الرذيلة والانحطاط الأخلاقي مع إحدى الطالبات، ثم أقدم لاحقا على تهديدها وابتزازها باقتطاع صورها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب مصادر محلية في البصرة. واكتفت وزارة التعليم العالي بسحب يد عميد الكلية عن طريق متحدث باسمها، وكانت مئات الشكاوى قد ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدني المستوى الخلقي لبعض الجامعيين، عدا عن تدني المستوى الجامعي والشهادات المزورة والمعدة مسبقا والمباعة في جامعة بيروت.